السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حديث مطول وصارح تطرق لاعب المنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى الفترة التي قضاها الفريق تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضية، معتبرا أنها كانت مليئة بالتحديات والدروس القاسية. بن ناصر أكد أن اللاعبين تعلموا من أخطاء الماضي ولن يكررها في المستقبل، في رسالة واضحة للناخب الحالي فلاديمير بيتكوفيتش والجماهير الجزائرية التي تطمح إلى عودة المنتخب إلى سابق عهده. وقال بن ناصر: الوضع كان معقدا جدا في الفترة الماضية، لقد عشنا ضغوطات كبيرة جدا ما بين توقعات الشعب الجزائري العالية وبعض الأمور الداخلية داخل المنتخب، ولم يكن الأمر سهلا علينا. وأضاف: جمال بلماضي عمل على حمايتنا من الضغوطات، ومن جهتنا حاولنا تقديم الأفضل على أرض الملعب، لكن كرة القدم هي لعبة تفاصيل، وهذه التفاصيل التي تصنع الفرق بين الفوز والخسارة. وأردف إسماعيل بن نصر: مع جمال بلماضي لم نخسر مباريات كثيرة، 7 خسائر فقط من أصل 66 مباراة، لكن المشكلة كانت في أننا خسرنا المباريات التي كانت لزاما علينا أن لا نخسرها، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس إفريقيا. هذه الخسائر التي كانت بمثابة صدمة للفريق والجماهير شكلت نقطة تحول في مسيرة المنتخب الجزائري. وقال إسماعيل بن ناصر: هذه الهزائم كانت درسا قاسيا بالنسبة لنا، لكنها كانت مثل الإصابات التي تصيب اللاعبين، علينا أن نتعلم منها ونخرج منها بأقوى. نحن نعرف أننا ارتكبنا أخطاء في الماضي، لكننا عازمون على عدم تكرارها في المستقبل. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.